هو انا لازم اتشافى من جروح الطفولة علشان ابقى كويسة، ولا كفاية اني اشتغل على نفسي دلوقتي من حيث النجاح وتحقيق الذات؟ جروح الطفولة بالنسبة لنا هي مواقف حصلت معانا في طفولتنا، أثرت على طريقة استيعابنا للواقع. فاحنا دلوقتي الواقع انت مستوعباه بفكر طفلة مصدومة بس. فبالتالي الفكرة مش في الموقف. موقف بالنسبة لك عدى وانتهى وخلصنا، وانت بقيتي دلوقتي اكبر بكتير مما كنتي عليه وانت طفلة. فكل اللي انت محتاجة تعمليه ان انت ترجعي تستوعبي نفس الموقف، بس بدماغ الست الكبيرة او البنت الكبيرة دلوقتي، اللي هي عندها من الحكمة وعندها من التجارب في الحياة اللي تعرف تتصرف في نفس الموقف. كده كده الموقف مش هينفع يتغير، وبالتالي محتاجين نقبل ان ده جزء من حياتك حصل وعدى وخلص. والجميل ان هو عدى وانت كملتي حياتك. وحياتك لما كملتيها انت متحكمة في طريقة تفكيرك، وتقدري تعيدي برمجة مخك في اي وقت بالطريقة اللي تناسبك. فبالتالي تخيلي نفسك ان انت عايشة دلوقتي بفكر طفلة مصدومة لحد دلوقتي عايشة بيه. ما ينفعش. زي تخيلي كده نفسك ان انت في لبس انت بتحبيه وانت صغيرة لحد دلوقتي بتلبسيه. ما ينفعش. فاحنا هنا محتاجين نسيب طريقة التفكير، لانه الموقف نفسه مش هيبقى مؤثر. طريقة التفكير هي المؤثرة على حياتك. فنسيب طريقة التفكير المتأثرة بالموقف، ونكون طريقة تفكير مناسبة تقدري تعيشي بيها، اللي تخليك ان انت عايشة منطلقة وحرة وقوية، وقادرة ان انت تبني نفسك، وقادرة ان انت تحمي نفسك، وقادرة ان انت تتعاملي مع المواقف الشبيهة، لانك خلاص مش طفلة. انت كبرتي وعندك امكانيات مختلفة تماما عن اللي كان عندك وانت طفلة.